دخل في مناسك العمرة، عند قبل الإحرام ما هوش دخل في مناسك العمرة. عندنا المرأة، بالنسبة للمرأة لباسها في العمرة لباس العادي أي لباس تلبسه إلا الوجه والكفين. بالنسبة للعمرة تلبس اللي تحب، اللي تحب تشتريها في ايديها ذهبها كله ايوه كله جايز. واضح. ثم بحول الله السميع العليم لموا العفش بتاعنا والحوايج بتاعنا، لان ما ننساوش حاجه في السرير. لا حد اللي حاجه تنسات في المدينه راهي ما عادش واضح. حاجه نسيت في المدينه ما عادش نجيبوها. نطلقوا فلوسنا، نطلقوا اوراقنا، نطلقوا باسبوراتنا، نطلقوا باشنا نخافوا من الليل. ماذا بينا نسكروا الحقائب والسكن بتاعنا. نقعد طيبه الصباح بعد ما عملنا سنة الاغتسال نصليو ركعتين الاغتسال. هذا مستحب، منها سنة الضحى ومنها سنة الاغتسال بالعمر. ثم نمشيو بحول الله بعد ما نمشيو نصليو الظهر في الحرم في الاستقبال مش في البيوت. بعد الظهر تطلع تشوفها. عادة معمول ايه الباص تجينا مباشرة بعد الظهر ولا قبل الظهر بشوية حسب الامكانيات. احنا نعبي عفشنا ان شاء الله نقص يا ربي ابيار علي لحق او ركن من اركان الاحرام اللي هو النية الاحرام. بالنسبة للرجال باش يكونوا يغتسلوا كذلك بالنزل وباش يكونوا لابسين كان الإزار والرداء. هذا بشكير حولنا كرسيك حوله. الإزار هذا الفوقاني يسمى الوسطاني يسمى إزار والفوقاني يسمى رداء. الرجال لا يلبسون لا مخيط ولا محيط إلا مثلا الانسان يحب عنده يحب السته هذيك السته البيضاء هذيك هي زايده ما يحب يلبسها. مثلا الساك بتاعنا هذايا يسمى ماهوش محيط، نعملوا هكا ماهوش محيط. المحيط والمخيط من الثياب. بالنسبه للرجلين المرأة قلنا تلبس عادي ولا الجوانب بتاعها الخلاصه الصنباط. بالنسبة للرجال يلبس الشياكة اللي يلبسوها العادية، مش بالضروري هذيك الشياكة البيضاء البلاستيك حقها مش مخيطة. لكن تعب السقين تفرق السقين. أي عندك شياكة حذاء أرطب في ساقك ولو مخيط الحذاء بتاعي، لكن أنا ما كنتش أقول مخيط لأن هكا ما يسماش من الثياب ماهيش ثوب. كل شيء ممنوع، كل شيء. مثلا السبيتري الراجل يسموه اذا اضطر باش يلبس سبيتري ولا صباط يسموه العاقه بتاعه كسروا يلبسوا هكا. واضح. انا اريد ما ننساش نلبس. احنا هذايا المشكير الازار والرداء باش يلبسوهم في النزل باش في ابيار علي ما نضيعوش وقت ونقعدوا لو الدوش يكون بارد وندوش نخرج للهواء ونمرض وكل شيء. او الحمد لله الطقس جميل مش بارد ربيعي تنجم تلبس الشكير نتاعك الازار والرداء من النزل نتاعنا. لا الرجال يعرفوا كل مجموعه احنا يصير الحج مجموعه في بيت هو تلابيب، انت مجموعه في بيت تولي تلابيب وانا مجموعه في بيت تلابيب. عندنا 3 غرف الرجال كل مرافق في غرفه الحمد لله بفضل الله. اسئله بعد خليني نكمل بعد كنتوا اسئله اللي ما فهمش حاجه. المراه تلبس كل شيء حذاء فجار العاد كل شيء. المراه ما عندهاش استثناء في اللباس بتاعها
كل شيء كل شيء كل شيء، الاسود الابيض الالوان، ما تكلموش خاطر باش تولي نقاش جانبي، واللي من بعد ما فهمش ما فهموا يعني الاسئله. ثم ننطلق الى كما قلنا الى ابيار علي لتحقيق الركن الاول من الاحرام. الاحرام ماهوش لباس البشكير، لا، حتى ولو احنا الرجال لبس المشاكر ماهوش احرام، هذاك لباس برا. ثم لما نقول لبيك اللهم بعمره ونبداو في التلبيه، هاك الوقت شرعنا في الاحرام. وقبل التلبيه وقبل الاحرام باش نعملوا سنه الاحرام، سنه احنا صلينا سنه الاغتسال استحبابا، باش نعملوا سنه الاحرام، صلينا الظهر في الحرم، باش نعملوا سنه الاحرام ركعتين، ثم نصليوا العصر ركعتين، جمع تقصير وتقديم، جمع تقصير وتقديم. صليوا العصر واحد، صلي وحده سواء نساء ولا رجال. صلينا العصر، صلينا سنة الإحرام تاعنا قبل العصر، نصلي قبل العصر بنية العمرة، ثم نتلمدوا مع بعضنا نساء ورجال ونعملوا نية الإحرام جماعية ونشرعوا في التلبية اللي هو واجب من واجبات العمرة. ولا عندنا الإحرام بالنسبة للرجال واجب، هذا لباس الإزار والرداء، وعندنا التلبية واجبة للنساء والرجال. قداش نقعدوا نلبيو؟ باش نقعدوا كل مرة نلبيو شوية حتى لنوصلوا للكعبة. شفنا شي كعبة في التلبية، في التلبية بلا نرقدوا، نجموا نرقدوا، ناكلوا نجموا ناكلوا، نشربوا نشربوا، ندخلوا نجدوا الوضوء لبيت الراحة نجموا. أما لكن كل مرة تفكروا روحنا بالتلبية، عدم الكلام الذي لا فائدة فيه، اللغو. إذا دخلت في الإحرام راك كأنك دخلت في مش كأنك دخلت في المنسك، ودخلت كأنك في علاقة مباشرة مع ربي، تتكلم اللي كان للضرورة، مش نبداو عاد في الكار مش شفت عمل كذا ما قدمناش، خبيته في السرير ونعشوا وكذا وعملت لنا وقلقتنا ونبداو نقطعوا ريش من بعضنا سواء رجال ونساء، حتى رجال راك دخلت في النية، دخلت في الإحرام، دخلت في لبيك اللهم لبيك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى في غير الإحرام، حتى في الحج، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ولا إن المرأة لا يتكلم بكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة غمست على أختك تحدث بها، اغتبتها كيف حتى الراجل نفس الشيء، ولا عملت له شوفك ولا حاجة سأي هبطك 70 خريف في نار جهنم. وإن المرأة لا يقول الكلمة من رضا الله ترفعه 70 درجة في الجنة. بلى هيك على سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تسبيح، ذكر، تكبير، اللي تنجم تعمل قراءة قرآن، تحب ترتاح ارتاح، عندك حق باش ترتاح، شاع تقول، عطش اشرب، وكفى بالله حسيبا. واضح الأمور. حتى نقعدوا في هيك الموضوع هذاك بتاع التلبية والذكر إلى غير ذلك، حتى نوصل إن شاء الله سالمين مكة المكرمة. ماشي عادة مش نوصل بعد صلاة العشاء، الله أعلم. كل رحلة وشنية ربي يعطيها، كل رحلة ساعات رحلة ربي يسهل لها تقبل صلاة العشاء، الأخرى تدخل بعد صلاة العشاء، والأخرى تدخل نصف الليل، والأخرى تدخل بعد نصف الليل. ما تنساوش اللي احنا داخلين العمرة بتاعنا ليلة الجمعة، باش نلقاو شوية انتظار، باش نلقاو شوية، يلزم شوية صبر، يلزم كثير من الحكمة والتريث وعدم مفارقة الجماعة والمجموعة. بل قلنا هذا الركن الأول من أعمال العمرة هو الإحرام وخصوص النزل. قل لي مثلا واحدة تحب تغير ثوبها، امرأة نجم ولا ما تنجم، أما على شرط في بيت بانو ما تشوفش أختك، لأنك المرأة إحرامها في ثوبها. عندنا صنع احنا نساء نحيو حجاباتنا قدام بعضنا، نحن نساء في بعضنا، لا أنت محرمة، أنت محرمة.
زعما حتى حجابك ما تبدلوش قدام اختك ولا امك ولا زوج، حتى زوجك كان معك في البيت ما تبدلش حجابك قدام زوجك، ما تنحيش ثيابك قدام زوجك. انت في طاعه انقطعت، لا ثم ابوه ولا اخوه ولا زوجيه ولا شيء، لكن منسك انت في صلاه او في عباده اذا تقول هذا راني انا تو تابع فلان، لا لا انت تو مباشره مع ربي سبحانه وتعالى. اللي يحب يبدل يمشي يبدل، يدخل بيت البانو ينحي حجابه يبدله في بيت البانو، يتوضا تحب ندوش بالماء فقط. قلنا لكم نبهنا عليكم لان كل واحد يهز معاه صابونه غير معطره. ليش؟ ربما في الاستراحه نسحقوا ناكلوا، ولا في الطريق نسحقوا ناكلوا، نحب نغسل يديا مش تقعد يديا بالماكله، او ندخل بيت الراحه اجلكم الله واكرمكم مش تقعد يديا بالنجاسه، عشان لازم نغسل باش بالصابون غير معطر. لابد نكون معانا الحقيبه بتاعنا هذه طريف صابون غير معطر باش وقت تجي تاكل زاد ما تاكلش يديك مسخه، تغسل يداتك. الانسان مش جد وضوء ولا حاجه يغسل يداته. كذلك في النزل اللي يحب قال انا عرقت ويحب ندوش نجم ندوش بالماء فقط بدون شامبو. واضح؟ الدوش اللي باش نعملوه استعدادا للعمره اللي قلنا عليه باش نعملوه غدوه ان شاء الله، هكا ندوش بالشامبو وغير كل شيء وتحك بالكاسه وغيره. بينما اذا مش تجدد تندوشك في مكه ولا حاجه ما غير كاسه شويه ماء على لحمك نظفك العرق او ازاله بعض الرائحه وكفى بالله حسيبك، وتلبس كويشاتك. بالنسبه والرجل كيف ينحي الازار بتاعه الرداء في بيت الحمام يستحم او يدوش او يتوضا. ما نبداوش عاد احنا رجال، لا احنا في رجال بعضنا الازار فوق الركبه ونبدا رجلينا منفرجه جدا العوره تظهر، لا حتى في الكار وانت بالك عسى روحك، الراجل لازم يعسى روحه دائما حتى رجلين يكون مش منفرجه باش خاطر العوره بتاعه ما تظهرش. الى غير ذلك من التوصيات المهمه التي يجب المحافظه على هذا الاحرام. ثم بحول الله اثر وصولنا النزل نتعشاو ونصليو. الله اعلم شنو الصلاه مش نصليوها، كان صارت لنا امكانيه ان مش نصليو العشاء والمغرب في الاستراحه نجم نصليو، ما نجمناش نوخروا العصر. الظهر صليناه، العصر صليناه في ابيار علي، المغرب والعشاء يمكن نقدموا العشاء ويمكن نوخروا المغرب مع العشاء في مكه. احنا والظروف وصلنا بحول الله الى مكه، نزلنا في النزل عندنا مجموعه مش تنزل في دار اجياد ومجموعه مش تنزل في الناس سكران، ما هوش نفس الثمن اللي دفعوه. كل حد دفع ثمن في نوعيه معينه بتاع نزل. عندنا سير المعالج والمجموعه اللي معاه مش تسكن في مسكرات، احنا مجموعه انا وصلوا فيه مش نسكنوا في دار اجياد قرابه بحد بعضهم، اما كل حد وهي درجات في النزل. ثم نتلقاو مع بعضنا ان شاء الله المجموعه كامله ونخرجوا للعمره ملبين. ملاحظه بالنسبه للاخوات او الاخوه كيف الرجال والنساء اللي صحتهم ما تسمحلهمش، راهو ندو يقول لي يديروا كبرسه نكلم له واحد يجي يحاضر ثم ندخل يهزه من بيته يرجعوا لبيته. عادة تمشي ما بين 250 و 300 ما اقلش من 250 و 300. احنا ان شاء الله ناخذوها باخذ باهي. واحنا حتى كي نعطيو الناس ثقة وانسى طلبة علم، مش كيما يجي نعطيو انسان الله اعلم ما نعرفوش شو معدنه وش قيمته وش هي علمه، نعطيه كان طلبة العلم الثقة اللي هما يطمنون على المعتمر، يهزوا من غرفته يرجعوا غرفته. ما لا راهو خيالي ما هي سهلة، مش المدينة 150 متر وعلى لا أقل حاجة الحرم النزل على الحرم مش على الكعبة، لا على الحرم من الحرم معناتها يبدأ كما هكا من برا للنزل أقل حاجة 600 متر، ثم على الأقل تزيد 200 متر للكعبة داخل عند حوالي 800 متر، ثم الطواف 7 أشواط حول الكعبة. مش كيما قلت لكم مش نلقاو بحول الله الجمعة زحمة مش نطوفوا على برا معناتها الدورة مش تكبر. ثم عندنا السعي بين الصفا والمروة حوالي 3 كيلومتر، معناتها الجهد كبير
لا فايده باش نعطل المجموعه. نعرف روحي صحيح ما تسمحليش من اول مره نكشف الكروسه نتاعي وانت جاي للعمره او جاي للعمره كي سواء رجل المراه انت جاي الهدف نتاعك عمره مش تبضع او غيره. حقق عمرتك، ارتاح من عمرتك، تهنى على عمرتك، ثم اعمل يساعدك. واضح الامور لا؟ بالنسبه للركن الثاني نتاع العمره هو الطواف حول الكعبه 7 أشواط مع بعض الادعيه والاذكار. هذوكم تو بحول الله الاذكار الماثوره الكل احنا نقولوها ورافقين نقولوها وانتم تعاودوا ورانا. ثم اذا اتممنا الطواف ما بين 7 أشواط على الكعبه الشريفه باش نعملوا واجب اخر من واجبات الطواف هو ركعتين خلف مقام ابراهيم في اي مكان في المسجد يسمحنا فيه الا الوضع، اي ركعتين. ثم نشرب من ماء زمزم والتضلع من ماء زمزم وهو سنه. ثم نقصد ربي للصفاء والمروه 7 أشواط. نبدأ بالصفاء ونرجع من المروه. الطواف لابد يكون الانسان على طهاره. معناتها احنا متخلطين ما ناكلش الاشياء اللي تقلقني. الحد شنو تقلق؟ واحد ثم العجين يقلق ولا ثم الحليب يقلق ولا عندنا باش الغازات نستحفظ على بدني وما نكثرش الماكله. ناكل نصف عشاء باش ما تكونيش الغازات، اي الغازات ما تقلقنيش في بطني. كذلك ما ننساوش نبوس الماء معانا ديما. كعيبه تمر معانا انسان يجي السكر ولا يجوع شي نبوس الماء معايا. كعيبه تمر ديما معايا في ساكي ولا حاجه حلوه معايا في ساكي. والحذاء نتاعي وين انا وين هو. الحذاء نتاعي وين انا وين هو. لا تقول لي خليته هنا لا غادي خليته هنا ما عادش ترجع له سواء رجل ولا امراه. عملنا هذو من 7 أشواط اللي هم يكونوا على الطهاره. خذوا بالنا راهو اذا مش تنقض الوضوء في الطواف مش يتعود من الاول جديد. وشكون مش يعود من الاول جديد؟ المجموعه ما تستنالكش، راهي المجموعه تعبه. فلا احنا نسحبوا على روحنا باش نكونوا على طهاره طوال 7 أشواط. قدر الله انسان قد وضوء مش يخرج من المجموعه، المجموعه تستناش، المجموعه تكمل. مش يخرج من المجموعه نكلفوا معاه شكون يمشي معاه الوضوء والوضوء بعيد شويه ان شاء الله نلقى فلتة الوضوء. اذا الوضوء ثم في الحرم، اما اذا في الراحه البين في الحرم تخرج لبرا واش ندخلك واش حتى تلقى. هذا راي العمليه حساسه انه ما نكثروش الماكله، لازم نكثروا. لكن كان اللي نجي ناكل ونعرف اللي ما يكونليش غازات ما يعمليش مشاكل صحيه باش ننقض الوضوء. ثم كملوا 7 أشواط تاعنا. صلينا ركعتين في مقام ابراهيم. ما تقوليش انا نطوف وماشي نشد الكعبه، هذه نحيها من بالك. لا طواف ولا شد، نطوفوا بدون شد الكعبه ولا. ما تقوليش انا لازم نمشي مقام ابراهيم وتمسح منه، يعني لا تمسح ولا حتى شيء. يعني وصلنا وشفناه مقام الصخره نتاع سيدنا ابراهيم نجمنا ما نجمناش بعد العمره نرجعوا نشوفوا. اما في العمره استحفظي على الطواف بتاعك وعلى الوضوء بتاعك وعدم باش الزحمه باش ما يدزوكش ويطيحوك ولا تصير لك مشاكل صحيه في رجلك او غيره او غيره. لازم تستحفظ على صحتك باش تكمل الاشواط بتاعك سالم وتكمل السعي بين الصفا والمروه وتكمل عمرتك. ثم نمشيو بالصفا. الادعيه الماثوره ما نحكيش الادعيه الخاصه، لكن الادعيه الخاصه كل حد يدعي ايش يحب. اما احنا نقول شويه دعاء عام وماذا بيك انت عندك دعاء خاص لان كل حد جاي ربي عنده حكايه يحب يحكيها وعنده حكايه يحب يحكيها وعنده حاجه يحب يقضيها. كل حد يقضي حاجته. ما ثماش واحد جاي ما هوش في حاجه الى المولى عز وجل وفقير الى الله سبحانه وتعالى ويحب ربي سبحانه وتعالى يقضي له حاجته. ما لا نعمل شويه دعاء جماعي دعاء فردي. والادعيه الماثوره عند دخول المسجد الحرام وعند رؤيه الكعبه عند ركن يماني عند الصفا والمروه. هذوك الادعيه نقولوا مع بعض جماعيه. باهي ثم اذا كملنا الصفا والمروه بقى لنا واجب من واجبات العمره هو الحلق او القصر. بالنسبه للنساء تقصر من اي مكان مش في الحرم لا، ولما ترجع النزل وحدها تدخل لانك انت محرمه. كوشي اللهم واحد
واحدة تحلت تيجي تقصك، اما انت محرمة وانت محرمة ما تقصوش بعضكم. واحدة تقص من اي مكان من شعرها، من قدام، من اي مكان، قص قيد انملة ما عندهاش ليش قص. قال لا الاخر واحدة يلزم تلم شعرها الكل ها وتقص منه، واللي شعرها قصير ايش نعمل له؟ واللي محجمة قرصوني ايش نعملوا لها؟ لا وبالتالي في اي مكان شعر قص منه قيد انملة. اذا عملنا العملية هذه في النزل كملنا العمرة بتاعنا وتحللنا من جميع اعمال العمرة، تحللنا من جميع اعمال العمرة، ونستناه ان شاء الله للعمرة الاخرى متاع الاهداء، عمرة اهداء للاموات. هذيك بعد نرتاح ونهير الاثنين نبرمجوا ونكريو باص على حساب المجموعة، الناس الكل يدفع بايو، ونعودوا نمشيو لمسجد السيدة عائشة ونعملوا نفس العملية، نحرموا ونعملوا العمرة بتاعنا للأموات. اللي عنده برشا أموات، اللي ما عنده برشا أموات هو يجي زي شاف العمرة الأولى شاف العمرة الثانية، بعد يمشي ياخذ نقل ويمشي مسجد السيدة عائشة ويعمل، خاطر المرافق مش كل يوم مش قاعد يعمل معك عمرة، لا وراك لأول مرة وزادك الثاني مرة، واللي تعرف بعد تمشي مسجد السيدة عائشة تهدي ايش تحب قداش من الميت اهدي لسانك، حتى كل يوم تقدر تعمل عمره يلا انا نعرف ما تقدرش. باهي هذه فيما يخص الملخص عطيتكم، والباقي الكل بحول الله ما دام معكم مرافقين ان شاء الله يكونوا في مستوى المطلوب اللي ربي ترجيتوا منه، بحول الله مش يعاونوكم ومش يقولوا لكم ايش لازم يصير ومش يقولوا لكم ايش مش لازم نعملوا. الحاج رضا عنا شي ما نزيد نوصيه. كملنا. الحاج رضا عنا شي ما نزيد نوصيه.